السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني يا حبايبي، يا رب تكونوا بخير ودايما بصحة وسعادة، وكل سنة وانتم طيبين. احنا اول يوم رمضان، يعود علينا كده الايام بخير يا رب. معلش احنا اتأخرنا على بعض شوية عشان كان عندي ظروف. امي تعبانة شوية. يا ربي من كل واحد يشوف الفيديو ده دعوة لامي لو بحارف واحد، علشان احس ان انتوا بتحبوني زي ما انا بحبكم. نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد، ونبدأ نعمل معانا جلاش خفيف كده وجميل بالكنافه. اللهم صل على النبي. جبت ربع كيلو كنافه او اكتر شويه، بس هو ربع كيلو يعني. حطيته في الفريزر شويه وخليته كده علشان ايه ينهري معايا. شايفين اهو، انا عايزاه ينهري خالص كده. بصوا يبقى ايه، ناعم خالص. نهريه مع بعض كده ونوريكم، يبقى احلى كنافه كده ناعمه نحشي بها الجلاش. وكل سنه وانتم طيبين، ودايما يا رب مع بعض كده على الحلوه على طول يا رب. يبقى بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. بصوا يعتبر بس هنا كده الكنافه زي ما انتم شايفين ناعمه خالص اهي. لازم تنحط في الفريزر شويه. روحي جايبه معايا معلقتين زبده او سمنه اللي عندك موجود زي العسل، ونروح نازلين بيها كده معانا هنا. نقلب لحد ما لونها يحمر معانا كده وتكرمل كده وتبقى ايه لونها جميل. نحشيها بقى بالجلاش، هتبقى في منتهى الجمال. يبقى الجلاش كده محشي ومنفوخ كده ومية مية وزي العسل. ومعايا اني هنا علشان برضو مش هخسر نفسي واخسركم، في هنا اللي هو العسل النحل اللي هي يعتبر العلب البسيطه خالص دي، مش غاليه خالص. بس بقول لك ولو مش عندك ممكن تحطي حبه عجده عليها علشان ايه، علشان تتماسك مع الايه العجده مع بعض. شايفين، عشان الكنافه تتماسك مع بعض. عينك علبه عينك اتنين براحتك زي ما انت عايزه حط. طبعا احنا مش كترنا سمنه علشان تبقى الحاجه ايه مش يعني مش فيها نسبه دهون كتير، عشان احنا طبعا صايمين ولازم المعده كده ايه تبقى خفيفه. مع ان طبعا مصر مش فيها اي حاجه خفيفه، محشي وحاجات من دي. كل سنه وانتم طيبين، ودايما كده يا رب يكفينا كده شر الامراض ويهدي المسلمين يا رب. واحنا برضو في مناسبه رمضان ندعي لاخواننا في فلسطين، ربنا يفك اسرهم يا رب ويسلط عليهم انفسهم، اللهم امين يا رب. اسرائيل يا رب. يبقى مع بعض نقلب كده لحد ما تاخد لون ونوريكم النتيجه. يبقى زي ما انتم شايفين كده خدت اللون كده جميل. بصوا دايما باستمرار التجليد كده، مش تسهى عنها خلاص عشان مش هنحرق. نطفي كده خلاص اهو. شايفين اللون يبقى ايه، عايزه برضو تفتحي عن كده شويه، بس انا شايفاه كده ايه مناسب زي العسل معانا هي اهي. نشيلها بقى من على النار. يبقى كده خلاص بسم الله ما شاء الله بردت اهي. اي مكسرات بقى عينك عايزه تحطيها، مثلا انا عندي مثلا جوز الهند احطها عشان ايه تفتحها كده وتديها ايه لون جميل اهو. وابدا اقلب بقى اقلبها مع بعض اهي. شايفين مهما تكون انت مغمضاها فجوز الهند ايه تفتحها معاكي. عايزه برضو تحطي لها فول سوداني مش في مشكله اهو زي العسل كده. نركنها بقى ده على جانب ونجيب معانا ايه الرجوع هو 100 100 فاطمه. يبقى احنا قبل ما نبدا خالص عمايل الجلاش بالكنافه، رحت جايبه 3 كوبايات سكر على كوبايه ونص ميه، يعتبر النص بالنص، ونص ليمونه وحطيتها لان الشربات لازم يبقى ايه سوجع مش يبقى ساخن. وعصره ليمونه كده والشربات يقعد مش بيكمل 5 دقايق، يبقى سيبناه يبرد زي ما احنا شايفينه كده. ورحنا جايبين السمنه معانا يا دوب كده رشرشه كده علشان ايه مش تبقى الحاجه زي ما احنا بنقول ايه كلها سمنه، او نعمله بسمنه احنا الجلاش عشان مش يبقى ايه نص سمنه على نص زيت، على برضو حسب ما حلاكي. بس الزيت بيبقى يديله ايه جرشه كده. واروح جايبه معايا الخليط دي كده متساوي كده. كل سنه وانتم طيبين يا ربي وبصحه وعافيه كده يا رب، ودايما كده في احسن حال. يبقى اروح شايله ورقتين 2 زي ما انتم شايفين اهما اهي كده، واروح ايه ابدا ايه انني ايه الف كده. مش فيها اسهل من كده. شايفين اهي جميل خالص وممتاز ومية مية اهو زي العسل. روحي جايبه الصينيه بتاعت الصغيره الحلوه دي دهنها دهنه زيت كده، وروحي جايبه الايه الجلاش معايا ورصاه زي ما انتم شايفين كده اهو. وروحي جايبه برده
يبقى برضه نروح جايبين سمنتنا كده او الزبده حسب ما انت بتستعملي، حسب ما انت بتستعملي اهو. الف هنا وصحه، منازل العافيه يا رب لكل من شافني وكل سمع عني، يا رب كده يجعله بالف هنا وصحه. ولو كملت الفيديو لحد هنا وعجبك تقولي لي بس، تدعي لي لأم ربنا يشفيها، واللهم صل على النبي تكتبي لي ولو كلمه واحده، طبعا اكيد هتفرحني وتسعدني ان انت وقفت الفيديو وشفتيه لحد هنا. ورقتين اهو. وبرده نروح مكملين مع بعض لف كده زي صابع المحشي بالظبط اهو. بصوا اهي، نروح جايبينها كده اهي، نلف بالروحه خالص اهي، ما شاء الله زي العسل ناشفه. بصي صابع، بصوا ما شاء الله اهو. عايزه بقى انت تكبري ترفعي براحتك خالص اهو، ولو صينيه مثلثه تبقى احسن اهو. نكمل مع بعض بقى ونوريكم النتيجه. يبقى اللهم صل على النبي، عملنا هم 5 لفات. نروح جايبين السكينه كده ونبدا ان احنا نقطع كده الصابع اللي انت عايزاه. ما شاء الله زي العسل. عايزه ترفعي براحتك، عايزه تخليه تخين كده جميل. انا ولادي صراحه بيحبوا تخين كده جميل وزي العسل اهو. قطعي كده على اهو ما شاء الله زي العسل اهو. بسم الله ما شاء الله. واروح جايبه طبعا السمنه بتاعتي برضو يا دوب كده، واولع بقى الفرن على درجه حراره من تحت بصي هاديه خالص، ومن فوق لون كده. انت طبعا في الفرن قدام الفرن ومتابعه ومتابعه الدرجه كده تكون هاديه، يعني مش تبقى تشعط على طول. شايفين زي العسل اهو، مش خد 5 دقايق معانا اهو. ندخله الفرن بقى ونوريكم احلى صينيه جلاش بالكنافه والمكسرات لاحلى ناس. وكل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير يا رب. يبقى بسم الله ما شاء الله. بس شايفين المنظر اهي. يلا مع بعض بقى نحط الشربات او العجده او السيرب زي ما انت بتقولي اهو. بسم الله ما شاء الله، مش خد في الفرن. بصوا يعني قلت لكم 5 دقايق بالكثير اهو. ما شاء الله زي العسل. طبعا الشربات بارد والجلاش طبعا ساخن اهي زي العسل كده. دايما بقى اقلب كده شايفين، وانزل معاكم في الطبق بتاعنا الجميل ده. ننزل كده ونوريكم المنظر بعد ما نخلص. ما انتوا شايفين دي والله من نص لفه جلاش. بسم الله ما شاء الله جميل خالص اهو. شايفين زي العسل اهو، بألف هنا وصحه. شايفين بصوا محشي جميل خالص اهو، بألف هنا وصحه. يا رب تجربوا وتقولوا لي رايكم، ومش تنسوا زي ما قلت لكم معلش كل اللي يشوف الفيديو يدعي لأمي بالشفاء العاجل. ربنا يشفي كل الامراض، ربنا يشفي المسلمين اجمعين يا رب. واسيبكم في رعايه الله وامنه، واسيبكم على لا اله الا الله.